ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. ثانية واحدة كده، انت كنت ماشي في شغل معين او هواية معينة او مشروع وفجأة قلت خلاص مش عايز اكمل، يلا ارجع اقعد على السوشيال ميديا واقعد اعمل سكرول وخلاص، ارجع ليومي العادي وخلاص. اللي بيحصل لك ده طبيعي جدا، عادي جدا، ما فيهوش اي مشكلة، لان عقلك دايما بيحب يحميك من الحاجات الخطر. دايما عايزك ترجع لمنطقة الراحة بتاعتك، للحاجة اللي انت متعود عليها باستمرار. عايزك دايما توفر طاقة ومجهود، بيخليك تتجنب دايما الحاجات اللي انت هتبذل فيها مجهود كبير. عايز اقولك انك انت اكيد حاولت كذا مرة وقعدت تجرب وتحاول تجرب وتحاول وما تلاقيش النتيجة اللي انت عايزها، وقعدت تبذل وتستحمل كمية فشل وكمية وقوع وكمية حاجات كانت واقفة قصادك. فطبيعي تحس بإحباط لما تيجي نتائج انت مش عايزها، فعقلك عايزك تتجنب كل المشاكل دي، فيخليك ترجع ليومك العادي تاني جدا، مفيش اي مشكلة. تقعد تتفرج على التلفزيون، تعمل الحاجات السهلة عموما. انا حابب اغير نظرتك للموضوع ده، اخليك تبصلها من منظور مختلف، تشوفها بطريقة مختلفة. في اللحظة اللي انت خلاص هتبطل فيها الموضوع اللي انت ماشي فيه، سواء مشروع ولا شغل ولا ايا كان، لازم تبقى عارف ان في اللحظة دي معناها انك انت خلاص هتوصل لنتيجة كبيرة جدا جدا جدا. لان العالم اللي احنا عايشين فيه، اغلب الناس عادية عايشة حياة عادية بتوصل لنتائج عادية، مستواها عادي ايا كان المجال اللي هي بتعمله او اللي شغالة فيه. لو في أمل بنسبة 1% إنك توصل لهدف كبير، حاول. تحب تكون من ال5% المميزين، ولا تحب تكون من ال95% اللي هو الناس العادية؟ انت هتبقى حاجة استثنائية، حاجة فعلا ما بتحصلش كتير. أنا عارف إن الأوقات الصعبة بيبقى طعمها فعلا مر، وبتبقى فعلا متعبة جدا، وأغلب الناس بتبطل اللي هي بتعمله. مثلا انت فاتح بيزنس معين مثلا، وكنت في الاول بتوصل لك نتائج كويسة جدا، وبعد كده جت فترة خلاص النتائج ما بقتش زي اللي انت عايزها قبل كده. ده طبيعي وبيحصل لكل الناس. ممكن تكون ما بقتش تكسب فلوس كتير زي الاول، ممكن ما بيكونش بيجيلك زباين كتير زي الاول، بس عادي جدا، مفيش اي مشكلة. اللي هيميزك ما بينهم انك انت هتكمل رغم الصعوبات دي، رغم الاوقات الصعبة دي. طبعا انت هتقعد تدرب من نفسك وتحاول انك انت تشوفها حاجة كويسة، حاجة فعلا او علامة بتدل ان انت خلاص هتوصل لحاجة كبيرة جدا جدا. بص كده حواليك، هتلاقي اغلب الناس عادية جدا. هتلاقي اغلب الناس، مثلا لو هو دكتور هتلاقيه دكتور عادي، لو فاتح مشروع معين، لو فنان، لو ممثل، سواء كان دكتور ولا مهندس ولا ممثل ولا فنان ولا فاتح مشروع، هتلاقي اغلب الناس حواليك ناس عادية. قليل جدا اللي بتلاقيهم فعلا مستواهم كبير جدا، ناجحين جدا، فعلا بيغيروا العالم وبيغيروا الناس وبيساعدوا الناس انها تبقى احسن واحسن. شوف الرياضيين اللي على اعلى مستوى هتلاقيهم قليلين، شوف الممثلين اللي على اعلى مستوى هتلاقيهم قليلين، شوف الناس اللي فاتحة مشاريع كبيرة هتلاقيهم قليلين وسط ناس عادية جدا. ده لان اغلب الناس نفسها مش طويل، نفسها قصير. الناس فعلا اللي نفسها طويل اللي بتحاول وتحاول، تحاول 1000 مرة، 2000 مرة، مليون مرة، بتنجح نجاح كبير جدا. والناس اللي نفسها طويل هتلاقيها قليلة جدا. علشان كده اللي بيوصلوا فعلا لنجاح كبير وضخم فعلا هتلاقيهم ناس قليلة. الحاجات الحلوة فعلا بتاخد وقت. الحاجة اللي تقعد تخطط فيها سنين وسنين فعلا هتوصل لنتائج قوية جدا، غير اللي مش بيخطط سنين وبيمشي كده في الحياة وخلاص بشكل عشوائي. ده بيوصل لحاجات عادية جدا في الحياة. عشان كده لو تلاحظ هتلاقي اللي شغال شغلانة عادية جدا بيقبض مرتب مش حلو، لكن الدكتور مثلا الكبير، علشان قعد يمر ويبذل مجهود ويذاكر ويسهر أيام ويمر باختبارات شديدة، تلاقيه بعد كده بقى ليه وضع وبقى بياخد مرتبات كبيرة جدا والناس بتدفع له فلوس كتيرة جدا، لأنه فعلا بيغير في حياة الناس. احيانا انك انت لما تيجي مثلا تحاول في حاجة معينة وتقع كذا مرة وتقع كذا مرة، بتبقى كأنك بتطلع جبل، وخلاص اللي طالع الجبل ده بقيله شوية خلاص ويطلع قمة الجبل فبيحبط. هل هو بينزل تاني؟ لا، بيكمل برضه لحد ما بيوصل فعلا لقمة الجبل.
ساعات طبعا الحياة ما بيبقاش فيها الوضع ده دايما، الوضع الخطير ده دايما، لكن اول ما تيجي تمر وخلاص تحس انك انت خلاص مش قادر وعايز توقف كل حاجة وترجع ليومك العادي، لازم تفرح في الحالة دي وتبقى مبسوط جدا، لانك هتعرف انك هتوصل خلاص لنجاح قوي جدا جدا. لو سألت اغلب الناس تحب تاخد النجاح ده بسعر رخيص، هيقولك اه. وفي برضو ناس كتير هتقولك انا موافقة اخده بسعر عادي، لا غالي ولا رخيص. وفي ناس برضو كتير هتقولك عادي انا ممكن اخده بسعر غالي. بس مين بقى اللي هيوافق انه ياخده بسعر غالي جدا؟ تفتكر مين؟ ناس قليلة جدا جدا. عشان كده زي ما قلتلك في الاول، اللي بتوصل لنجاحات قوية جدا جدا في اي مجال بتبقى ناس قليلة جدا. لاحظ الموضوع ده كويس. لو انت عايز تبقى مختلف عن باقي الناس وعايز توصل فعلا لحاجات كبيرة ونجاحات كبيرة، طبيعي جدا مش هتلاقي الموضوع قدامك او الطريق قدامك سهل. طبيعي هتلاقي حاجات يعني واقفة قصادك، حاجات هتتعلم منها. ممكن تكون انت مش عندك رؤية، او نفسك مثلا تبقى منتج اكتر او نشيط اكتر، او مثلا فيها مهارات معينة محتاج تتعلمها. عادي، اسأل اي حد مر بكل الصعوبات دي اتعامل معاها ازاي. اي حد يعني عنده خبرة في المجال اللي انت فيه ايا كان. لانك لازم تخلي كل حاجة حواليك بتساعدك انك توصل لاهدافك. مثلا تجهز مثلا كرسي كويس علشان تعرف مثلا تشتغل على المشروع او الهواية معينة اللي انت بتحب تعملها على اللابتوب، علشان تكون دايما نشيط ومركز. تحمل فيديوهات معينة خاصة بالمجال بتاعك لأحسن الخبراء. مثلا تشترك في قنوات يوتيوب على أعلى مستوى تعلمك المهارة دي بتتعمل ازاي أو تعمل ايه في المجال ده. تروح تسأل ناس عندها خبرة، تصاحب ناس دايما عندها دايما رؤية وعندها أهداف وتساعدك إنك توصل لأهدافك وتشجعك. تبعد عن الناس السلبية. لو في مراكز تروح تتعلم فيها، تشتري كتب في المجال بتاعك، تخلي كل حاجة حواليك توصلك للهدف بتاعك. وخليك عارف، كل ما تقابل مثلا حاجات واقفة في طريقك أو إنك تقع وتقوم تاني، انت كده بتكتسب خبرة، بتكون خبرات، فهتوصل بعد كده لنتائج أقوى. كل ما تقع وتقوم تاني هتوصل لنتائج أقوى، وهكذا. عشان كده لازم يكون عندك التزام وحافز كبير علشان توصل لأهدافك أيا كانت. عادي جدا في أيام تحس إنك انت مش قادر تكمل أو عايز ترتاح شوية، عادي تمام مفيش مشاكل. ارتاح شوية عادي جدا. لو في أي إحباط جواك حس بيه عادي جدا، بس أهم حاجة تقوم وتكمل تاني. تقوم وتكمل تاني، لو وقعت تقوم وتكمل تاني. خليك عارف ان الصعوبات اللي انت بتقابلها في طريقك دي حاجة كويسة. هي دي اللي بتكون عندك خبرات. هي دي الإشارة اللي بتقولك ان انت في يوم من الأيام هتوصل لحاجة قوية جدا جدا، وفعلا نجاح كبير جدا جدا هيبهر الناس بيك. اي حد يقولك ده هدف كبير قوي، دي حاجة مستحيل تحصل، ده الموضوع ده مش اي حد بيوصله، دي اكبر علامة انك لازم تروح تبدأ تحقق الهدف ده على طول. شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة كل السعادة. سلام.